يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح العسل. بص بقى، انا صحيت من النوم، جالي تليفون. صحابي قالوا لي احنا جايين لك نتعشى عندك. قمت رايحه لبتاع الفراخ، جبت منه الفراخ دي. هي الفرخه كانت كيلو ونص، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. الفرخه 4 زي ما انتوا شايفين كده، واخدها كده على الحوض هغسلها غسله كويسه كده بالليمون والخل. وكمان جبت بانيه. البانيه ده دبلته، بس انا قلت هسيبه في التلاجة لو عوزنا مثلا نحمر الاكل ما كفاش فنعمل. تمام. طبعا الخلطة بتاعته بقى فلفل وتوم وبصل وتوابل زي ما انتوا شايفين كده، ودبلتها وهحطها في التلاجة. مش هعمل البانيه، بس انا هسيبه كده ايه لو عوزت اعمل منه. وعملت بقى صينيه بطاطس، قطعتها صوابع كده، لو انت حابه تقطعها مدوره ماشي. وطبعا جبت في الكبه بقى البصل والفلفل وكم فص توم كده مع شويه توابل. وبعد ما غسلت البطاطس وقطعتها هنزل كده بخلطة البصل كده على الوش زي ما انت شايفة كده. لو انت وصلتي لغاية هنا اوعي تنسلي باللايك على القناة. لو انت مش مشتركة ارجو منك تشتركي على القناة وتفعلي زر الجرس يوصل لك كل حاجة انا بعملها، وكمان تشجعيني على المحتوى بتاعي. تمام كده. انا كده حطيت خلاص. هحط بقى معلقتين زبدة كده. لو انا هعمل فيها الفراخ مش هحط فيها سمنة، لكن انا مش هعملها بفراخ فانا بحط فيها معلقتين زبدة وشوية زيت سيلة. تمام كده. طبعا تكون انت بقى مجهزه القوطه، تنزلي بالقوطه بتاعتك كده بعد ما ضربتيها في الخلاط. وهنزل كده بالقوطه زي ما انت شايفه كده. خلاص الصينيه بتاعتي جاهزه، هدخلها الفرن على طول. هعمل بقى شويه الرز على ما البطاطس تستوي. طبعا انا غسلت الرز ونقيته. انا هعمل كميه عشان في ناس كتير جايالي. وطبعا كيس شعرية طبعا هعمله كله عشان انا عاملة 2 كيلو رز، فانا هعمل كيس الشعرية كله. تمام كده. جبت الحلة بتاعتي بعد ما غسلت الرز، ونزلت كده بمعلقتين من الزبدة. وبرضو بحط في الرز يعني شوية زيت برضو. الزيت بقى ميزته ان هو بيخلي الرز مفلفل وبيخلي الرز بيلمع. تمام كده. هنزل بالزبدة بتاعتي. ما تنسيش تصلي على الحبيب النبي وانت بتعملي اكلك، وانت واقفه كده بتعملي الاكل صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد النبي صلاه. ربنا يا رب يصلح حالكم ويبارك لكم. كل من يعمل لي لايك على القناه واشتراك ربنا يكبر بخاطره زي ما هو هيكبر بخاطري. تمام كده. نزلت بكيس الشعريه بتاعي كله. طبعا الحله واسعه تاخد 2 كيلو ونص رز، لان الشعريه نص والرز 2 كيلو. تمام. وما تنسيش ان الرز بيزيد. هقلب كده الشعرية بتاعتي، انا عايزاها اللون الذهبي. اوعي تنسي تصلي على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب شمس لا تغيب. صلي على الحبيب النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وانا بحبكم في الله. تمام كده. كده خلاص هو داخل على اللون اللي انا عايزاه. طبعا انا كنت مغسله الرز ومحضراه، فنزلت على الشعرية بتاعتي هقلب الرز بتاعي كده في الشعرية. ولازم تشوحي الرز كده وتقلبيه كذا تقليبة مع الشعرية علشان لما تيجي تحطي المية يكون الرز معاكي مفلفل. ما تنزليش على المية بسرعة، لا قلبي الرز الاول في الزبدة كده والشعرية كام تشويحة كده عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وجميل. بصي بسم الله ما شاء الله، هو الرز كمية كبيرة. تعالي نبص على الفراخ في الفرن بقى اللي انا جهزتها. بصي بسم الله ما شاء الله، انا عامله صينيتين من الفراخ لان صينيه واحده ما كفتش. تعالي بقى، انا عندي في التلاجة عندي اجنحه، ففكرت شلت شويه بطاطس على جنب وقلت هعمل صينيه اجنحه. تمام كده. طبعا انا غسل الاجنحه بتاعتي ومظبطاها، وهنزل كده بالاجنحه بتاعتي على البطاطس زي ما انت شايفه كده. زي ما عملنا الصينيه الاولانيه هنعمل برضو الصينيه دي. بصي الاجنحه كبيره وما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان انا عيالي بتحب الاجنحه اكتر من الفراخ، فانا قلت اعمل لهم اجنحه. اللي عايز ياكل اجنحه ياكل، اللي عايز فراخ ياكل، اللي عايز يحمر بانيه يطلع وياكل. تمام كده. ونزلت كده بشويه من على الوش خلطه. الخلطه دي بصل وفلفل وتوم وفلفل اسود وجوز الطيب. انا طبعا هرصهم كلهم في الكبه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا مجهزه القوطه، هنزل كده عليها بالقوطه برضو كده. خلاص برضو الصينيه بتاعتي خلصت. تمام.
يا رب الوصفة تعجبك، ولو عجبتك اوعي تستخسري فيا لايك واشتراك على القناة. تمام كده كده الصينية خلاص جهزت، هحطها في الفرن. بصي دي اول غلوة في الفرن، هي طبعا لسه ما خلصتش. تعالي نبص على الفراخ، ايه رأيك؟